إذ أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه اليوم قادة مجموعة البريكس القاضي بدعوة 6 دول جديدة للعضوية المجموعة، فإن قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، وهي كلها عوامل تخلق فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة. جينا الحكاية الجديدة اللي راها الدور، ماشي راها الدور كما يقولوا بريكس. قبل ما ندخلو في الموضوع نحكيو شوية على الأزمات اللي عندنا، باسكو في البريكس وما ضيعنا شوية دراهم. يعني الجزائر ضخت 1.5 مليار دولار. إذا عدنا إلى الأزمات التي مرت ولا زالت تمر بها الجزائر إلى يومنا هذا بعدما تولى السلطة ورئاسة الجزائر المسمى عبد المجيد تبون، هي العديد من الأزمات يعني الداخلية التي لم يجد لها حل، وإنما إذا ما أراد إيجاد حل لإحدى الأزمات أو تبرير يعني عن أزماته إلا إذا به يجد أزمة أخرى. هنا يعني في فصل الشتاء رأينا أن العديد من المواطنين كانوا يشتكون من نقص في قارورات الغاز في دولة بترولية وبلاد يعني تنتج هذه المادة الحيوية. شاهدنا بعدها أزمات يعني وطوابير وصف في مادة الحليب ومادة السميد ومادة الزيت. شاهدنا بعدها أيضا أزمات في فصل الصيف، انقطاع الكهرباء المتكرر، وأزمة أيضا في الماء الذي يعني لم يجد له أيضا حلول، بالرغم من أنه كان قد صرح بأن الجزائر تنتج أكثر من 1 مليار مكعب، يعني عفوا متر مكعب، يعني هذا العدد الذي لا ينتجه يعني العالم ككل. أيضا شاهدنا مؤخرا أزمة داخلية في المواد الغذائية، ألا وهي مادة العدس والفاصولياء وكذلك الأرز. كما شاهدنا بعدها أيضا نقص في مادة السكر. خرج تبون في العديد من المرات وهو يقوم بتهديد المضاربين عن السلع بالسجن لفوق 30 سنة فما فوق. شاهدنا أيضا خروج بعض المسؤولين في الجزائر يقومون بتهديد الشعب الجزائري على المباشر وتوجيه عبارات تهديدية على المباشر للشعب الجزائري. شاهدنا أيضا في عهد تبون يعني في الوقت الذي حل به رئيسا إلى يومنا هذا، شهدت الجزائر يعني نزوح كل الشباب الجزائري عبر قوارب الموت، حتى أن دول الغرب ومن بينها إسبانيا وفرنسا قد صرحت بأن العدد مؤخرا يعني في السنوات الأخيرة خاصة منذ تولي تبون لرئاسة الجزائر هو عدد يفوق قرابة 10 سنوات الماضية. هذه الأعداد التي تم إحصاؤها يعني أعداد
المهاجرين الذين غادروا الجزائر ووصلوا إلى الضفة الأخرى بسلام واطمئنان. أما عدد المفقودين الذين لا يزال إلى يومنا هذا في تزايد متراكم. أما عدد الجثث الذي لفظتها أمواج البحر فهو عدد أيضا يفوق 10,000 جثة للجزائريين، من بينهم يعني أيضا الرضع، ومن بينهم نساء، ومن بينهم شيوخ، يعني حتى كي نقول لك شيوخ يعني من فاق عمره 40 سنة. وشاهدنا أيضا أزمة الجزائر في محاربة ظاهرة الحرائق، بالرغم من أن يعني نعلم بأن المسؤول عن الحرائق هم كهلة المرادية بطبيعة الحال، لأن صفقة شراء واقتناء طائرات الكنادير من أجل إخماد الحرائق كان تم إلغاؤها من طرف السلطة الجزائرية مع حكومة شانسيج الإسبانية يوم اعترف الأخير بأن الصحراء هي صحراء مغربية والمغرب في صحرائه. يعني لكي نتكلم عن موضوع البريكس، بالطبع الموضوع الذي يعني فاجأ الجزائر بطبيعة الحال، وفاجأ بعض الأشخاص والأبواق الناطقة لقصر المرادية، والذين يعني لم يلتقوا بما يكرسون لأنفسهم هذا اليوم بطبيعة الحال. يعني قرار لم يكن صادم، وقرار لم يكن مفاجئ بطبيعة الحال لأن القرار كان متوقعا. البريكس لديه أفكار أيضا، أعضاء البريكس لديهم أيضا أعضاء. هو يعلم بأن انضمام دولة إلى البريكس وهي لا تزال مستعمرة على الأوراق هذا يشكل أزمة داخل مجموعة البريكس. لكي أيضا نعود إلى الموضوع أكثر فأكثر، شاهدنا تبون بعد أن ثم رفض انضمامه إلى البريكس خرج أيضا بتصريحات في جلسة صحفية، وصرح بأن الجزائر دائما تقدم المساعدة ولا زال تقدم المساعدة إلى الدول المحتاجة. يعني بالرغم من أننا شاهدنا أن تبون أنفق يعني منذ توليه رئاسة الجزائر ما يفوق 150 مليار. يعني إذا قمنا بإعداد مليار دولار مليار لتوتال، 20 مليار لروسيا، مليار لإفريقيا، لا ننسى يعني يوم قام بضخ مليار دولار وصرح بأن هذا المليار دولار سوف يكون لبعض الدول الإفريقية التي تعاني من الأزمة، وهذا سوف يجعل لهم حافزا من أجل التقدم أكثر في اقتصاد هذه الدول. يعني نحن في الجزائر لا نعرف، نحن كشعبا لا نعرف حتى ما هي فائدة الصادرات في الجزائر بطبيعة الحال، فكيف لنا أن نعرف ما هو خارج الجزائر؟ بالرغم من أننا نعلم جيدا بأن الأموال التي يتم ضخها في الدول الإفريقية من طرف السلطات الجزائرية هي مجرد أموال تذهب من أجل الاعتراف واتباع طريق كهلة المرادية للاعتراف بالوهم الانفصالي. عندنا أيضا ما يقارب 40 مليون دولار لفلسطين، كما خرج مؤخرا محمود عباس الرئيس الفلسطيني وقال أننا نحن لا نريد حربا مع إسرائيل وإنما نريد سلاما، نريد الجلوس. يعني الآن العالم ككل لا يبحث عن حروبات، يبحث عن الجلوس والتطرق إلى أمور عديدة من أجل وقف إطلاق النار، مثل ما حدث في الجزائر مع فرنسا، معاهدة وقف إطلاق النار وخرج العسكر الفرنسي. لأن بطبيعة الحال هناك في الجزائر لا زالت هناك العديد من المنشآت التي تتحكم فيها فرنسا ويتحكم فيها ماكرون، وهناك أيضا ثروة كبيرة تخرج من الجزائر بدون فائدة لفرنسا. أيضا شاهدنا أن في الجزائر العديد من الأمور التي يمكن التكلم عنها، وهي أزمة السكن. كان قد تكلم عنها تبون أثناء عودته وأثناء ترشحه في حملة الانتخابية، وصرح أنه في سنة يمكن إنجاز ما يقارب 1,000,000 وحدة سكنية، وأن في سنة سوف يقضي على مشكل السكن ولن يترك في الجزائر كوخ واحد. لازلنا نعاني نفس المشكل.
أيضا صرح تبون بأن القطار المكهرب الذي كان سيتوجه من تمراس إلى العاصمة سوف ينجز. إلى يومنا هذا القطار لم ينجز. هناك العديد من المشاريع التنموية التي صرح بها ما يسمى عبد المجيد تبون، ولكن للأسف إلى يومنا هذا لم تنجز لا مشاريع ولا لما صرح به أثناء حملته الانتخابية. وكما صرح أثناء حملته الانتخابية وقال من أجل بناء الجزائر الجديدة لابد من إعطاء الأولوية للشباب الجزائري. الشباب الجزائري لا يملك كفاءة يمكن النهوض بها وبهذه الكفاءة بالجزائر من أجل التقدم أكثر فأكثر إلى الأمام. شاهدنا أن الجزائر عادت أكثر فأكثر إلى الوراء، يعني في عهدة وفي العهد التي مرت من قبل مع العصابة التي كانت أساسية، التي سلمت المهام للعصابة الاحتياطية، لأن حاليا في الجزائر كل مسؤول في الجزائر، كل من لديه منصب في الجزائر إلا وسبق له أن زاول نشاط أو مهنته مع العصابة السابقة. لم نرى الشباب الذي وعد بهم تبون وقال سوف ترون وزارة في سن لن يتعدى 30 سنة، ولكن للأسف إلى يومنا هذا نشاهد شباب عمرهم 30 سنة إلا وإذا ركبوا قوارب الموت من أجل البحث عن العيش الكريم والكرامة والاحترام والعمل والمستقبل الأفضل خروجا من الجزائر البلاد الأم. بالرغم من أن هذه الظاهرة لا نرى أن الصحافات الأبواق الناطقة، ولا نسميها صحافة لأننا لا نراها كثيرا إلا إذا ما وقعت واقعة بسيطة لأشخاص معينين. أما للفقراء والمساكين فإن الصحافة لن تحضر أبدا ولن تكون حاضرة، لأن عبد المجيد تبون كان قد أعطى توصيات بحرية تامة للصحافة الجزائرية، بدلا يعني من أن تسلم الحرية للشعب الجزائري أعطيت الحرية للصحافة الجزائرية. احنا يعني نحن خصوصيا في جهة الغرب الجزائري لا نرى صحافة كثيرا، خاصة أنا في مدينتي لم أرى صحافة أبدا. في مدينة تاعي في المدينة التي أقطن فيها لم أرى أبدا صحافيا إلا إذا ما حضرت الصحافة من أجل تصوير وتشويه جهة الغرب وبالضبط مدينة مغنية ولاية تلمسان بأن هذه المدينة تعتبر النقطة السوداء للجزائر، تعتبر بوابة إدخال المخدرات إلى الجزائر. يقومون بتصوير وبروبورتاجات من أجل ضرب وتشويه هذه المدينة بالضبط. يعني بالرغم من أن يعني الحدود لا يمر حتى كما يقولوا لن يمر على مستوى الحدود ولو عصفور، إلى أن الصحافة لا زالت تحضر إلى هذه المدينة من أجل تشويه صورة هذه المدينة، بالرغم من أن هذه المدينة لن تتوفر ولو على مشروع واحد. يعني هذه المدينة اللي هي مدينة مغنية هي مدينة لا تتوفر على مشروع واحد، وتعتبر مدينة مغنية من أكبر الدوائر في الجزائر، سواء من ناحية المساحة أو من ناحية الكثافة السكانية داخل الجزائر ككل. من ناحية الدوائر المتواجدة في الجزائر فمغنية هي أول دائرة من ناحية الكثافة السكانية بطبيعة الحال. نعود قليلا إلى الموضوع ونتكلم حاليا كما يقولوا بالدارجة باش تبون رايح يفهمنا بيان. تبون يعني في سنة كاملة وهو يتكلم عن موضوع البريكس، الموضوع الذي أخذ جدية أكثر فأكثر، ولكن اليوم شاهدنا تبون وهو يعني يمكن القول يقصف في مجموعة البريكس ويقول نحن حتى ولم ننضم إلى البريكس فنحن مساهمون ولدينا الحرية في الخروج. يا سي تبون، يا تبون انت ماشي خرجت، انت طردوك، قال لك تبون انت ما تقناش، قال لك انت عندك ازمات بزاف في بلادك، عندك مشكل الزيت، مشكل الحليب، انت عندك بلادك غير ازمات، انت بلادك غير ازمات وانت كذاب هكا. انت تقول ما يسالونيش نخرجوا يسالوك، فهمت؟ انت تدخلتها غير كذوب. راك معايا؟ حنا هذه قوة ضاربة، هذه قوة ضاربة للشعب الجزائري. سمعت؟ حنا قوة ضاربة اللي عندنا في الجزائر هي ضرب الشعب الجزائري وحقرة الشعب الجزائري وتهميش الشعب الجزائري. ماشي تقول لي انا قوة ضاربة وتجيب لي انا الحليب، ولا تخرج تقول لي انا قوة ضاربة راني قضيت لك على مشكل المواد الغذائية. لا ماشي كما هاك.
واش هادي قوة ضاربة؟ قوة ضاربة كيما هاك نضم للبريكس، ما تنضمش للبريكس باسكو نتا ريان ديتو، نتا والو. سمعت؟ وديجا كيما نقولوا انت شحال عندك وانت تخدم هكا وزير في الجزائر؟ واش درت انت للجزائر؟ انت واش درت للجزائر؟ ما درت والو. انا نشفالك كنت مع يحيى وجماعة سلال هكا كيما الدمدومه هكا وسط هكا دير. سمعت ولا ما سمعتش؟ كانت واسمع، كان سلال يقطع فيك البرد. كان نهار كنت وزير السكن والعمران اصلاح المستشفيات، كنت طلع باطيمات 5 ايام هو 4 ايام. نشفالك نهار كانوا معاك الصحافه وديجا رخصك كيما يقولوا، نهار لافابو قال لك لافابو كيفاه يجي هاك بوطاجي. انت كنت غير تاع لافابو وبوطاجيات. سمعت؟ جيت حكمت الجزائر رجعتها غير ازمات. من لافابو والبوطاجيات دخلتنا في حيط ورجعتنا غير ازمات. هذه هي الشباب في وقتك انت كل حرق، ما خلالك البلاد غير انت تخرج تبقى تكذب علينا تماك وتكذب على الشعب الجزائري ككل. وكاين فئه معينه هكا تتبع فيك، وهذيك الفئه المعينه هذوك اللي عندهم مناصب. سمعت؟ واللي يسترزقون من خلال المواقع ومن خلال الدعم نتاعكم نتوما. سمعت ولا ما سمعتش؟ حنا كما يقولوا حنا مارقين بكلش وعارفين كلش، وحاجه ما رايحاش تخفى علينا، كلش صدير عارفينه. حنا ما عندنا حريه الصحافه، ما عندنا حريه التعبير، ما عندنا حريه باش نطالبوا بحقوقنا، ما عندنا والو في الجزائر وما نكذبوش. حنا مستعمرين من طرفكم نتوما، من طرف السلطات الجزائريه. الشعب الجزائري مستعمر، والسلطات الجزائريه لا تزال تتبع الاتفاقيه التي رسخت مع فرنسا، الاستعمار الفرنسي. فرنسا خرجت من اجل يعني بصفه رسميه فقط كيف؟ باتفاقيه وقف اطلاق النار. ديغول قالوا له في فرنسا داروا له مظاهرات، قالوا له يا ودي العسكر تاعنا راك تدير الجزائر راهم يموتوا بزاف. قال شوف لهم حل، دار اتفاقيات خلاص خرج. هي رايح نبقى نستفاد، ها واش ندي ها واش ندي ها واش ندي. من بعد انت تخرج تقول يا ودي ما ديروش على الحركه الخونه ولاد بيجار. احنا ماناش ولاد بيجار، ما راناش ولاد الحركه. سمعت ولا ما سمعتش؟ ولاد الحركه هما نتوما اللي راكم حاكمين فينا. سمعت؟ خرجت شحال من دوله رحت زرتها، شحال من دوله خرجت زرتها. انت نهار اللي كنت مترشح رئيس قلت اول حاجه نديرها رايح نزور الجزائر دشره بدشره. واش نزور الجزائر دشره بدشره؟ رايح نطلعوا العمله الوطنيه. العمله الوطنيه زادت طاحت بزاف بزاف بزاف. خلقت لنا مشاكل تاع ازمات في الجزائر، مشكل الزيت، مشكل فرينه، مشكل الحليب، مشكل اللحم، مشكل. سمعت؟ ولا المواطن الجزائري اضحوكه للعالم. سمعت؟ المواطن الجزائري في بلاد الجزائر اصبح اضحوكه للعالم. بسبب من؟ بسبب كهنة المرادية. اليوم الجزائر تتلقى صفعة موجعة بإخراجها من مجلس الذي عقد فيه أعضاء البريكس عن الدول التي سوف يتم اختيارها من أجل الانضمام إلى مجموعة البريكس. من اللي بدأ العام وانت تحكي عن البريكس وتمشي لروسيا فرحت كي قالوا بأن الجزائر ما كاش بريكس. اقسم بالله الا فرحت، باسكو انت العام كامل بوتين صديق العالم. حنا عندنا اصدقاء، امريكان صديقه وحنا امريكان معترفين بها. طارق بن زياد حنا معترفين به. جبريل زاد هنا في الجزائر. سيدنا نوح كان منا في الجزائر ومتمرس في الباماكو المالي، ومن ثم زاد الوغادوغو بوركينا فاسو. هي دخلتوها علينا غير كذوب وتبلعيط، واللي ضربني منا ما يعاودليش هاد الحنك منا. تضربني انا روح شوف طاطا اختي ولا ما عرفتش واش قلت تقول. الديب ياكل واللعاب يسالاه والمعزاوي يتلدد. سمعت؟ هذا واش دخلتوها علينا هاد العهده. وزيد كلمه استهداف هذيك سلتونا هذه تاع استهداف صح بكري وحنا نسمعوها مي في الوقت نتاعك انت كترتقوا منها. استهداف استهداف استهداف، مستهدفون مستهدفون مستهدفون. ما كانش حتى واحد مستهدف في الجزائر. الجزائر راها تشف، شكون غادي يستهدفك؟ سمعت؟ وكما نقولوا فاش غادي يستهدفوك؟ ما عندكش علاش يستهدفوك، ما والو. حيا ملي جيت وانت غير روسيا روسيا روسيا، ادخل مع روسيا البريكس، ادخل معهم البريكس. اثيوبيا الجزائر قامت باسقاط ديون على بعض الدول الافريقيه من اجل الاعتراف بالوهم الانفصالي اللي هو جماعه ابراهيم غالي وجماعته. سمعت؟ وهذيك سيدي وكال ومريم وكاع هذوك باش يتبعوهم ويقول لك يا ودي الصحراء راها نتاعهم. لا الصحراء تاع المغاربه. سمعت؟ الناس قاعده بالها بلي الصحراء تاع المغاربه وحنا الجزائريين حاشين رواحنا تماك. سمعت؟
حنا كجزائريين مدخلين رواحنا تماك بان هاد الصحراء لا ما خاصهاش تكون تاع المغاربه، خاص تما نديرو دوله، وهاد الدوله خاصها تكون درجه، هاد الدوله خاصها تكون درجه كما هاك، باش غدوه من غدوه المغرب لعل يعني لا قدروا كاع والمغرب بغى يطالب بواحد الاراضي اللي في الجزائر، تخرج الجزائر واش رايحه تقول لها كيفاش انت تخطيت لي هاد الدوله ودخلت لعندي لداخل وراك تقول لي بان هاد المدن تاوعي، فهمت؟ نحكيو لا فيريتي. اسمع، خاصك تهرب روحك من المشاكل، حنا ما خصناش حروبات، ما خصناش مشاكل. واحد المواطن جزائري حاب ياكل، حاب يشرب، حاب يرقد، حاب يخدم، هكا يعيش هاني. سمعت مواطن في قبل ما تجي انت مواطن كان واش يخمم، كان يخمم التخمام تاعه، يقول لك انا مبكر الصباح نخدم ان شاء الله بربي رايح نجمع شويه دراهم ومن بعد رايح نتزوج ونجيب وليدات. اليوم كيش ولا المواطن يخمم، كي يرقد يقول غدوه الصباح على 6 عندي الحليب، 2 تاع النهار في السمش عندي السميد، يا ربي مع 10 تاع الليل نلقى اليمونطاسيون خلى لي كيلو العدس تاعي. هذا هو ولا الحلم تاع المواطن الجزائري. في وقت تبون اللي يخرجوا ويقول لك حنا قوه ضاربه، حنا ما كاش قوه ضاربه، حنا ريان ديتو بور لو مومو، حنا قتلتونا بالسلاح، نهار نتوما تشريو السلاح. سمعت؟ جبت فاغنر، جبت ايران، فاغنر دخلوها لداخل، جيبها الجزائر ودخلوها لداخل، جاب ايران. احنا عندنا الحمد لله كاين ولاد الشعب، سمعت؟ كاين ولاد الشعب اللي دافعوا على الجزائر. احنا ما خصناش في وقت الحرب انت وجماعتك لافاليز اي باريز، هذه احنا عارفينها. كي تنوض الحرب في الجزائر تبون وجماعته لافاليز اي باريز ديريكت، ولاد الشعب والمساكين والفقراء يموتوا. ماشي انت اللي رايح ترفد الكلاش وتحارب مع الشعب باسكو واحد رخص كيما انت ما رايحش يرفد كلاش، لا واحد ديوت كيما انت كذاب بلعوط يضل يفستي ويكذب على الشعب تاعه، ما رايح دير والو. انت خاصك تحط الكرسي خلاص وتخرج وتمشي. هذه هي. حتى المواطنين المعارضين والمنتقدين اللي رجعتوهم من برا ولا اللي كانوا داخل قتلتوهم بالحبس. انت ولدك 7 قناطر تاع كوكايين، 7 قناطر تاع كوكايين، 7 قناطر ما عقبش عليها حتى عامين، وكان تحقيق. نهار دخلت انت خرجته، وقبل ما تخرجه سقسوك الصحافه قلت لهم انا عندي ثقه في القضاء الجزائري، والقضاء الجزائري راه معروف عندها المصداقيه تاعه. ما عندهاش مصداقيه قضاء الجزائري. القضاء الجزائري عفوا رخص كيما انت. وزير العدل رشيد هذاك طبي رخص، اكبر رخص هو هذاك وزير العدل تاع الجزائر. لكل من يعرف وزير العدل المسمى رشيد طبي اكبر واحد مبشر بجهنم هو هذاك. نحن لا نعلم الغيب، ولكن انا واحد من الناس ما سامحلكش، انا واحد من الناس انا ما نسمحلكش، وحتى ما راجعش للجزائر ونموت وما نسمحلكش، والله ونموت وين ما موت انت ما نسمحلكش، انا عند ربي انت ما نسمحلكش. واللي كانوا يحاكموني ما نسمح لهمش، سمعت؟ واللي زيد يحاكمني ما نسمعلاش وما نسمحلاش دنيا واخره، باسكو وزير العدل في الجزائر مسؤول كبير 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 عن ضياع الشباب الجزائري. سمعت؟ كانت في وقت واسمه في وقت جماعه بوتفليقه كان واحد عنده 17 يديوها لهذيك واسمها دار التربيه، 17 تروح دار التربيه. انت 17 عام رديتهم يدخلوا الحبس تبون. في وقتك انت 17 عام ستادير بريمير كما نقولوا حنا في الجزائر، بريمير لا بريمير فوا كي اونطري اون لا بريزون، ستادير هذا مرته الاولى راه داخل الحبس. انت رديتهم 17 عام 17 يدخل نورمال الحبس. كيفاش هذا رايح يبني المستقبل تاعه؟ لا تدخله تعطيه غير 2 موا يخرج خلاص لافونير راحت. يعني درك خلاصة القول ما كان لا بريكس لا عدس لا ماء لا ضوء لا غاز لا زيت لا سكر لا حليب لا فرينة، ما كان والو. سمعت؟ والخضرة ارتفاع يعني ماشي مجنون ولا ارتفاع كارثي ولا ارتفاع تاع الصح. المواطن الجزائري هو قريب يبقى يشتري الخضرة يعني بثمن الأورو عفوا كيما ثمن الأورو كيما يشريوها. يعني إلا كانت في فرنسا دير 2 أورو طوماطيش، في الجزائر غادي نورمال يبقى يشريها حتى ب 5 أورو، نورمال يشريها ب 5 أورو. وديجا بالك كاع كثر. سمعت؟ كثر عادي توصل توقعها نورمال. في الجزائر مع تبون توقع كلش. نهار اللي قلت لنا رايح نرجع الدراهم اللي سرقوهم، الدراهم كلش رجعتهم من الشعب. رجعت شوف واحد الثمن
يعني استغفر الله عفوا، واحد المبلغ اللي هو خيالي، كنت خرجت وصرحت به، يعني ما عطيتوناش المصدر تاعه. حنا كشعب جزائري حنا اولى بالوطن الجزائري، حنا اولى بالوطن الجزائري، ومحقكم تقولوا لنا حنايا الشباب كما راك تقول بناء دولة الجزائر ودولة جديدة، ومن اجل التقدم بالجزائر لابد من اعطاء الشباب الاولويه. قولوا لنا شكون هذا المصدر باش حنا نعرفوا غدوه من غدوه الخونه وكاع. مي لا غالب الخونه هما نتوما، سمعت ما كان لا خونه لا والو، سمعت ما كان لا عملاء لا خونه لا ما عرفتش واش رايح نقول. الخونه هما نتوما ترفدوا الدراهم تشكموا بيهم من برا، سمعت تضلوا نهار نتوما تشكموا والتبراح وكاع. الحقوق عطيتوهم غير للهجالات والمضامات، الهجاله اللي ما تراجلها تستاهل على الراس والعين، سمعت ولا ما سمعتش، واللي طلقت ما تستاهل. اما اللي خرجت لا ديبوش هذوك هما اللي راه عطيت لهم في الجزائر. هذا واش راه عطيت لك في الجزائر، خاصك تحط هذاك الكرسي خلاص وتروح، وما رانا سامحين لك، ما انت ما رانا سامحين لك، باسكو حتى انت درت في الشعب اللي ما يندارش. انت رديت الشعب يدير الصف وانت تضرب في الحمل وزان. انت تبون رديت الشعب يدابز على قرعه زيت وانت عايش في روسيا وفي لا فرنسا وفي الالمان. انت رديت الشعب يشتاق للحم وانت وين في الصين. انت رديت الشعب الجزائري باش يمشي يخرج دراهمه من لابوست يدير الصف عليها باش تمشي بنك عفوا بريد باش تخرج دراهمك حتى دير الصف. قولي لا هذه انا حضرت فيها، سمعت انا هذه حضرت فيها، هذه انا حضرت فيها. درت هذه منحة البطالة باش تسكت لا جوناس، باسكو كسلتوهم بالاقراص المهلوسة، كسلتوهم لارطان نورداس كيتين ترامادول اكسترامادول ليريكا بريغابالين ديكستازي، كسلتوهم الشعب لا جوناس، كسلتوهم بالحبوب. اقسم بالله العظيم مواطن ولا ديرها يجي معقب عليه واحد يعني دايز يعني فايت عليه واحد هو ديرها، يسمع تبون يسمع غير تبون يقول واه تبون. سمعت رديتهم مواطن داير مسكين غيرها خلاص مركشوها بزاف. قوة الضريبة ما يشكموا هاك، حطوا الكراسة وحنا مانا ساكتين، حنا ديما نهضروا. سمعت وانا اللي ظلمني ماني ساكت. اما القضية تاع الناس اللي راهم يطلعوا بزاف ويبقاو يسبوا ويخسروا في الهضره هذه ديما نقولها لكم، انا مانيش نخلص عليك، ستادير انا باش نسبك هي ساهله وباش نشتمك هي ساهله، باسكو انت تبونا ويسرق فيك نورمال وساكت على حقك ومبلع فمك غالقه وساكت والنورمال جاياتك ويسرق فيك. ستادير انا اللي نهضر بصفه عامه، سمعت واللي فيه الخير يجيبه ربي. هذه هي انا باش يحكم فيا واحد رخص كيما تبون ولا غيره وما كايناش. هذه باش كيما نقولوا تكومباريها في عقلك انكروياب باش واحد يسرقني ويتبرع ويتبرح. سمعت كون يجي يبرح بالدينار باسكو الدينار راهو طايح ديكولاس. الدينار تمشي لواحد البلايص تلقاهم دايرينه ديكور تحسبها تاع العهد تاع بكري تاع في وقت قريش. هذوك الاوراق في وقت قريش، هذوك الاوراق هذوك في وقت قريش. سمعت هذه هي وسلام.